شالوم يا حبيبي. شوف يا حبيبي، اللي اتربى على ان البلية المية ب3 والبلية الصيني ب4، وكان شايف ان البلي، برطمانات البلي اللي كان بيعبيها دي تعتبر كنز بالنسبة له، ورث حقيقي، ما ينفعش يضحك عليه. اللي اتربى على انه يطلع عند التنوكة ويجيبك فاصل خشب يركب العصيان في بعض ويركبها ويحط تجالات عشان يعمل طيارة تطير على بعد أميال وأميال وأميال، ما ينفعش يضحك عليه. اللي اتربى على التريك تراك، الزود، التني، التلت، الشيحة لكو، الشيحة مليحة، ما ينفعش يضحك عليه. ممكن يبين لك ان هو محترم ومؤدب وودود وانت تتخدع في الفخ ده، فتيجي تتطاول عليه تاخد على راس امك. ممكن يبين لك ان هو شخص لذيذ محب متواضع، فانت تيجي تنتقد باسلوب مش كويس، فيروح هو يحط لك ايده فوق وانت تداوي. مش على الملأ، لان الانتقاد والنصيحة على الملأ فضيحة. فيجي يكلمك مثلا كلمتين بينك وبينه، يقول لك والله في كذا كذا كذا، فانت تتقبل الموضوع وما تتقبلوش، دي بتاعتك. المهم ان هو احترمك وكلمك فين على الخاص. الحاجة التالتة بقى النوعية اللي انا بقول لك عليها، اللي هي مش عاجبها العجب، يخش يشتم ويغلط ويتجاوز وانت مش عارفه بيشتمك ليه بيتجاوز، فتخش على الصفحة بتاعته تلاقيه نكرة حشرة. هي دي النوعية اللي المفروض تحط رجلك في خشمها.